لم تكن المرة الأولى التي تلبي فيها الجزيرة نداءات الوطن، فهي قائدة النضال وأم المجاهدين، ولكنها المرة الأميز التي قيل فيها انفروا. وقبل أن يستقر النداء في آذان الكثيرين، تشكلت صفوف الشباب بمعسكر الفاروق. ما في رجع، ما في تخاذل، ما في تهاون. القرى المجاورة وفي الفرقان الناس تجي تتجند، وعاد الضلال افترنا منه. قاعدين ما عملنا حاجة، ما عملنا أي حاجة، المفروض الناس تجي. صفوف أشعلت الحيرة في نفوس الذين أنفقوا الملايين لجر الشباب إلى هاوية العمالة والارتزاق، وذلك عبر توطين المدارس الفكرية النتنة والمخدرات تارة، وعبر الطعن في الدين والقوات المسلحة تارات. نحن جاهزين لأي حاجة. نحن الليلة دي لو لينا مراد نحن الليلة دي نتحرك نمشي الخرطوم. الليلة قبل بكرة. بين عدوي يعجبك صديق، فهو رجل ترك ماله وأعماله ووهب جل وقته لخدمة الأعمال الداعمة للقوات المسلحة في السر والعلن، وما تسير القوافل من ذلك ببعيد. لم يفكر صديق في نفسه ويغادر البلاد كما غادرها الكثيرون من رجال الأعمال، تاركين خلفهم البلاد في أصعب أوقاتها. والله رفعت راسنا. هذا النداء والله نحن فخورين به. والله فخور لا بعد فخور. كل زول كل نظام. هذا أول معسكر بالجزيرة، وسيتوالى فتح المعسكرات، دعوة لكل الشباب أن ينفروا خفافا في وقت التثاقل فيه من علامات النفاق.